والله يا موسى أنا كنت متأكد إنك أنت جاي تقول كده. ما في مشكلة، بس على فكرة حسب ما عرفت إنه جليلة معودة تعمل اجتماعاتها ببيتها وهي هيك مرتاحة أكتر. وأنا متعودة على حاجة تانية. أنا متعودة إن الاجتماعات بتتعمل في شركة الإنتاج. أنا إيه اللي يوديني بيتها؟ طب قبل الكلام ده بقى، في تفاصيل تانية مش عاجبة أهلها وعايزة تتكلم فيها. بعرف، كرمال هيك طلبت الاجتماع يكون ببيتك وأنت أكيد رح تساعدني. يا عمي أنا تحت أمرك، بس أنا في الأول وفي الآخر يهمني الحاجة اللي فيها مصلحة نهلة. أكيد. تفضل يا ست نهلة، قولي شو ما بدك. قبل أي حاجة، أنا في أمور مش عاجباني في الفيلم ده، زي ترشيح هشام عرفات. أنا مش شايفة إن هو لايق على الدور خالص. ولا يهمك، فينا نناقش أسامي تاني كتير عادي. أكيد في أسامي أحسن منه. ما في مشكلة، رح نناقش كل شيء، بس أهم شيء نختار محل الاجتماع. طيب أنا هقول رأيي. هي بتعمل كده عشان تغلس عليكي تضطري ما تروحيش. انتي بقى غلسي عليها وروحي، مش هنديها الفرصة دي. أوكي، تمام، عندك حق. أنا هروح الاجتماع عندها في البيت. عن جد؟ والله إنك ذكية ومحترفة. طبعا أكيد شغلي أهم من أي تفاصيل تافهة، بس نتكلم في موضوع هشام عرفات ده. رح نناقش كل شيء بعدين، أهم شيء نبلش. نبلش. نبلش.